السلام عليكم. 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. سبسكرايب وانتوا الحلقة مع اصحابكم. سلام. سؤال تاني بيقول: أخي لا أجيد السباحة وأخاف من المياه العميقة، هل من حل؟ تمام، أنت ما بتعرفش تعوم فبالتالي هتخاف من المية. طبيعي، أي حد ما بيعرفش يعوم هيبص للمية، هيبص للبحر، أكيد هيخاف، ده طبيعي. فبالتالي احنا بنبدأها خطوة خطوة. أول حاجة بنعملها عشان نكسر الخوف بتاعنا، أنا منزل فيديو على اليوتيوب، أول فيديو أنا منزله على اليوتيوب ازاي اكسر الخوف بتاعي عشان اعرف اتعلم السباحة. جايبينها برضو خطوة خطوة من الاول خالص. انزل الاول، امسك الستارت بتاعي، مسيبوش لان جسمي بيكون مش متوازن. بعد كده ببدأ بقى المرحلة التانية وانا ماسك الستارت، تبدأ تتحرك وانت ماسك الستارت، بعد كده بتتنطط وانت ماسك الستارت، بعد كده برضو بتمشي، بتسيب الستارت وتبعد عنه شوية وترجع تاني تمسكه، كده بتبعد اكتر وترجع تاني. بعد كده بتحاول تتنطط في المكان وانت ماسك الستارت، بتسيب الستارت بتاعك وبتحاول تتنطط وانت واقف مكانك. بعد كده بحاول امشي بقى في المية عشان برضو جسمي يتعود على المية في الاول. انت على الارض بيئة لوحدها، بتنزل المية بيئة تانية خالص، توازن تاني خالص. فانت بتحاول تعود جسمك على البيئة التانية دي. متعرفش تعوم، ما ينفعش انزل في مية عمقها مثلا 2 متر، لازم انزل مثلا في عمق متر، اقدر ابقى واقف على الارض. الفيديو اللي انا منزله على اليوتيوب هيشرح لك كل حاجة، اول فيديو انا منزله على اليوتيوب. سؤال تاني: حركات الذراعين بتاع الكرول اللي كنت منزله برضه على اليوتيوب. في حد بيسأل سؤال بيقول: مشكلة النفس القصير جدا والنهجان بعد كام ثانية والتنشنة، هل في تمرين معين؟ بالنسبة للنفس القصير، مع التمارين الكتير نفسك طبيعي بيتحسن مع التمرين. انما النهجان ده بيكون، انا نزلت مثلا تمرين، النهجان ده لو لسه بتعلم ده طبيعي برضه. انما لو انا بتعلم وخلاص انا دخلت في مرحلة التدريب بتاعتي، فالنهجان ده بتعب بسرعة وبنهج بسرعة، دي بتكون من شدة التمرين بتاع اللي بيكون حاططها ليك الكابتن. في برضو لو لسه بتتعلم، في فيديو منزله برضو ازاي احسن النفس بتاعي. يعني انا نفسي قصير وبتعب بسرعة، لا، في تمارين بتظبط النفس ده. ايش معنى كلمة بريست؟ بريست يعني صدر. سباحة البريست يعني سباحة الصدر. سؤال تاني بيقول: أني عضلات البطن ايه هي سباحة بس ولا جري؟ الجسم الرياضي، السباحين عامة طبيعي بيدخل فتنس برضو، يعني السباحة مش لوحدها، مش هي اللي هتبني جسمك، لا، لازم تدخل صالة جيم تظبط نفسك فيها. مش لازم أشيل أوزان، ومش لازم عشان يكون كتلة عضلية، لا، أنا بحاول أظبط أماكن معينة اللي هي بتخليني تساعدني أقدر أكسر رقم في السباحة. هي عضلات البطن السباحة بتأثر فيها لأن بيكون في ضغط في المية على بطنك، فبالتالي هتلاقي الدهون دي بتستهلك أكتر. سؤال ذكي جدا، اسمعه. بيقول: يا كابتن، انت وشك في المية بتاخد نفس ولا بتعمل ايه؟ يعني هسيبكوا تردوا عليه. يعني انا دلوقتي وشي في المية هاخد نفس ازاي؟ لما بيكون وشك في البريست انت بتطلع تاخد نفس، بتنزل تفضي النفس، لكن هتنزل تاخد نفس هتشرب ميه. في سؤال في فيديو الوقوف في الميه، حد كان بيسأل بيقول: حضرتك، هل احنا بنحافظ على وجود نسبة من الهواء داخل الرئتين؟ يعني وانا لسه بتعلم الوقوف في الميه، بيكون في نسبة في الرئتين هواء ولا لأ أثناء العجلة، ولا بتفرغ الهواء بالكامل؟ لأن بشوف كباتن بتخلي اللي بيعمل العجلة يعد حتى 20، يتأكد من عدم
كتم النفس. هو السؤال ده مهم، ناس كتير بتتلخبط فيه برضه. يعني انا لما انزل اتعلم الوقوف في الميه، تمام، الاقي كابتن بيقول لي ما تكتمش نفسك، عايزك تتنفس طبيعي. انا لسه اول مره اروح له مثلا، لسه بتعلم السباحه، نزلت في مكان انا مش واقف فيه، اعمل عجله. انا عرفت العجله بتتعمل ازاي من فوق، اطبقها في المسبح. الكابتن بيقول لي ما تكتمش نفس، نفس عادي. انا هنزل واطبق واعمل كده واتنفس عادي واكلمه عادي. اول ما هنزل اعمل حركه الوقوف في العجله، الوقوف في الميه، وانا بتنفس عادي. لو فضيت نفسي وانا بتكلم، انا باخد نفس هفضي نفس، اول ما افضي نفس وانا شغال الاقي نفسي نزلت تحت. طب انا نزلت تحت ونفسي خلص، وش بقي ده في المية تحت، تمام، عايز اخد نفس دلوقتي ومش قادر، حركتي بعملها متنشن ولسه انا ما اتعلمتش، فمتنشن بالحركة جامد، تمام. بالتالي انا هشرب مية، ده طبيعي، هشرب مية.